الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة بالآخرة هم يوقنون إلا الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين يمشون وهم بالآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأبيه إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر يأتيكم بشهاب خبر لعلكم تصدقون فلما جاء نودي أن بورك ما في النار ولا سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه على الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا ما ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أولها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أوتينا من كل شيء إن هذا لهو المبين وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل نمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى كان من الغائبين لنعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ولا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبب نبأ إني يقين وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين كتابي هذا فأخبرهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني أوحي إلي كتاب كريم يا سليمان فإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت أدري قالوا نحن أولو قوة والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أذلة وكذلك يعملون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدية وتفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم سامرون قال يا أيها الملأ
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشروا مبروما بينما التي بين ربي غني كريم. أنا نكروا لا أرجو نظر تدري أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قال جنة وفيها كنا مسلمين وسدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت لقوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكذبت الساقية قال إنه سهم مرة من غواري. قالت رب إني ظلمت نفسي وظلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستعجلون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك على الظاهر ويد الله ملأتهم كان في المدينة يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا ملك أبي وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يدرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرنا دمرنا وقوم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وأنتم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط ما عليه إنهم أناس يتطهرون. ولو إلا قدرناها من الغابرين وضرب مسافة المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة ما لا يبلغ يدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وما لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء إلى ما قليلا ما يذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته إلى ما لا ما يدركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض قرآنكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله وما يدرون أيان يبعثون. بل أدرك علمهم في الآخرة في شك منها فهم منها أمون. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. هذا نحن وآباؤنا ما بين هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تهزن مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
الأرض فلكم فضل الذي تستعجلون ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء ولا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الذي فيه يختلفون لهدى ورحمة للمؤمنين يهدي بينهم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الداعي ولا المسلمين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إلا من يؤمن بآياتنا وهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذب بآياتي ولم تحيطوا بها علما لما كنتم تعملون وغلقوا عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتى كل شيء بما يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار يجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي ويوفوا بالله وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل أنا من المؤمنين سيريكم آياتي وما ربك بغافل عما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ينبئ ما يزين ذلك كان من المفسدين ويريد أن نمن على الذين ظلموا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تزني إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون رحمة ووعدين فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تدري وأصبحت واد أم موسى فارغا إن كاد لتبدي بي لولا علمنا على قلبها لتكون من المؤمنين قالت لأختي قصي وبصرت بي عن دون وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يقولون لكم هم لو ناسعون فرددناه إلى أمي كي تغر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فلما بلغ أشده واستوى حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من
أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل شيطان مضل مبين نصيحة مني غفر له إلا ولغفور رحيم قال ربي بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يسأل وقال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما تريد إلا أن تكون جبارا ما تريد أن تكون من المسلمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائكة يستغفرون بك ليقتلوك وارجني لك من الناس فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين إذ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ثم تولى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءوا وقص عليه قال لا تخف نجوت من الظالمين قالت إحداهما يا أبت ساجد فإن غير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت أجرا فمن عندك أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك وبين فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الدور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة مباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يقف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون إنهم كانوا قال ربي إني قتلت فتنة فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فاسد غير أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا سر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي يعلم بمن جاء بالهدى من الدين الآخرة الدار إنه لا يفلح الظالمون
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي زرعا لعلي أطلع إلى إله موسى واستكبر هو وجنوده في الذي بغيره وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فنبذناه فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المأمورين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما قرون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر ما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين نتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر موسى من نذير من قبلك لعلهم يذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى قبل قالوا ساحران كذلك وقالوا إنا بكل كافرون فأتوا بكتاب من عند الله وهدى من وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يدغى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بحسنة سيئة بما رزقناهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا ندري جاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن يجبى إليه ثمرات الرجال من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما لقنا من قرية بدرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وما فلا يغفرون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاغيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ويوم ينادي ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أوينا
دعاكم فدا ولم يستجيبوا له ولو أنهم كانوا يهتدون ينادي ويقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم أعماهم يومئذ فهم لا يتساءلون أما من تاب وآمن وعمل صالحا وعسى يكون من المؤمنين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم فتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون والله لا إله إلا هو الحق الدنيا والآخرة وإليه ترجعون ورأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون ورأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون ويوم ينادي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظنوا ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة قال لهم قوموا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من وجد وأكثر جمع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا وكان الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم ما جاء بالهدى ومن في ضلال مبين وما كنت نرجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ تنزل إليك إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
كالذين يعملون السيئات أن يسبقون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت سميع عليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فلا ظالم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم الذي كانوا يعملون وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إليهم ارجعون أنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك فيقولون إنا كنا معكم أوليس الله يعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنعمل خطاياكم وما هم بعاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثارهم ليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصاب السفينة وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم إلا قدرا عند الله لتعبدوا واشكروا له تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين كيف يبدئ الله ثم يعيدوا إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه ترجعون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته أولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوا وأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم وأبنى له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة إذا وآتينا وجه في الدنيا وإنه بالآخرة لمن الصالحين قال لقومه إنكم لتأتون المائدة ما سراكم بها من عهد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين صلي على قوم مفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا هذه القرية إنا لا كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لتنجينا وأهله إلا امرأته وكانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك إلا امرأته كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية لجميع السماء ما كانوا يبصرون ولقد تركنا آية بينة لقوم يعقلون وإلى
وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل وكانوا مستبصرين وقالوا لا فرعون وهامان وقد جاءهم موسى بالبينات في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به ومنهم من أرنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أول بيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدور في الجنوب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعملها إلا العالمون خلق الله السماوات وعلم الأمر في ذلك الآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم يقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجد بآياتنا إلا الكافرون كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتينا ما يجد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم في ذلك رحمة وذكر لقوم يؤمنون وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يشاءهم العذاب من من فوق فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فهي كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم يا جنة غرفا ذري من أجل نار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رضا الله يرزقها وإياكم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله لا يفقون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويغفر له إن الله بكل شيء عليم سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله والحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الملك لهم الله يسير الدين فلما نجاهم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ولما أنا جعلنا
حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ليس في جهنم للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض يوم من بعد ولم سيغلبون بالمحسنين من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنذر الله ينصر من يشاء العزيز الرحيم لا يغلبنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما الآخرة هم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق هذا المسمى إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءوا بالبينات وما كان الله ليهديهم ولكن كانوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يكن لهم من شركائهم ما كانوا بشركائهم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يقبلون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقائنا فأولئك في العذاب محضرون سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من من تراب تراب ثم إلى أرض تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء لا تموتوا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من تدعون وله من في السماوات والأرض وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم ولمن لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كيف تقتلون أنفسكم كذلك نبصر الآيات ولاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لأمر الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون يأمروا بما آتيناهم
علينا فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا ويتكلم بما كانوا يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها بما قدمت أيديهم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يقل من ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس عملوا لعلهم يرجعون سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أكثرهم مشركين وأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم يصدقون كفروا ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بفضلنا لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجعلكم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا يخرج من خلاله فإذا أصاب من يشاء من عباده وإن كانوا من قبل من قبله لمبلسين انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي بعد الأرض موتها إن ذلك لفي المحيا على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا ظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ثم إلى ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ولا يهتدي إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يبلغ ما يشاء العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا ويتعافى كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم أنتم لا تعلمون ويومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وإن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون إن هدى الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم ورحمة للمسلمين يقيمون الصلاة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك ضلالا مبين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه فبشر بعذاب إن أليم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين يا وعد الله حقا وعليه الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا بها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من
لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبذلك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في شحرة أو في السماوات أو بنضية من الأرض إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعو إلى عذاب سعير. ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا فاشكر ربهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من من بعده ثبات أبهر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعضكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن هو الغني الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا أجلهم موج كالظلال حوله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجد بآياتنا إلا كل أنصار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن هذا لا يقوم ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تزر غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربكم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم سوى ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السماء والأبصار
ما تشعرون إذا ضلنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو جئنا لآتينا كل نفس هداها لكن أكثرهم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم ولا بقول ما كنتم تعملون ما يؤمن بآياتنا الذين لا ذكروا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وما يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون تعلمون ثم وفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أريدوا فيها ومن ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون ولنذيقنهم من العذاب أدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أغرقنا إنا بالمجرمين منتظرون ولقد آتينا موسى الكتاب في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون عنهم منتظر إنهم